ربنا قال لنا: ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب. العلماء قالوا إن ربنا ما بيتعاملش معانا بالأحلام والأمان. يعني إيه؟ أنا نفسي في عربية. حلو. عملت إيه بقى ليه عشان تجيبها؟ فين هدف؟ حلو، موجود. إيه الخطوات اللي عملتها؟ إنك تحلم وتنام وتصحى من النوم عشان تلاقي العربية؟ ده مش هيحصل. ربنا أصلا مش عايز ده منك. وربنا قال لنا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. يعني اسعى، وليس للإنسان إلا ما سعى. اسعى واتعب واشتغل، وخلي في يومك تقسيمة كده، ان لا، يومي ليه جزء لشغلي، ويومي ليه جزء للبيت، ويومي جزء لزمايلي، وفي يومي جزء للعبادات. وقسمه، وخلي عندك اهداف كتيرة قوي في حياتك. اسعى لكل جانب من دول عشان توصل لحاجة فيه. والاكيد انه لما ربنا قال لنا: افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم، ده كان أكبر سبب ودليل إن اللي ماشي على خطى واضحة وصريحة وسليمة قصاده، هو عارف هو رايح فين، أحسن 1000 مرة من الشخص اللي ماشي بشكل عشوائي مش عارف هو رايح فين ولا جاي منين. إننا بنتكلم عن الفيديو الأهداف، فلازم تعرفوا إن الإنسان خلق مريد. يعني إيه؟ يعني ربنا خلقنا عايزين. انت اتخلقت عايزه، وصلت لحاجه معينه عايز اللي بعدها، وصلت اللي بعدها عايز اللي بعدها. طب الحل ايه؟ او هل ده بيخليني ارتاح؟ في ناس كتيره قوي بتقعد تجري 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 وما بترتاحش. فالراحه فين بتيجي؟ الراحه هنا هتيجي لما يبقى نهايه الحاجه اللي انت عايزها دي هي لوجه الله. يعني ايه؟ الدنيا دي وسيله، وده اللي لازم تبقى عارفه، ان مش هي دي غايتي. مش غايتي ان انا ابقى ناجح في الدنيا، ولا يبقى معايا عربيه عامله ازاي في الدنيا. مش دي غايتي. انا غايتي الاخر. انك تبص لكل هدف اني بعمله عشان في الاخر خالص لوجه الله، فلما يتحقق تبقى انت مرتاح، تبقى انت هديت، تبقى انا عملت ده يا ربي عشانك فانا مبسوط. وعلشان تحقق اهدافك لازم يبقى ليها شروط. هو في شروط للاهداف؟ اه طبعا. ايه هي شروط الاهداف؟ غير ان الهدف بتاعي لازم يكون حقيقي، ولازم يكون محدد بوقت معين. انا نفسي اجيب عربيه. حلو، هدف حقيقي وواضح. على بعد سنتين مثلا، دي ليها تايم. وعشانها بعد سنتين فانا كل شهر هحوش الرقم الفلاني. فيبقى انا مثلا معايا المقدمه بقى واخدها بالقسط، او انا اوريدي معايا رقم وبعد سنتين هحط الرقم ده على الرقم ده فهقدر اجيبها. ففي خطوات محدده وصلت لها. غير كده لازم يبقى الهدف ليه شرط اساسي. ايه هو؟ ان انا بكون بحبه. انا نفسي فعلا اجيب العربيه دي. انا بحب يبقى عندي عربيه. انا حابه ده، حابه ابقى ناجحه. انا بحب ده. فحبك للشيء تخليك تشتغل بشغف عشان توصل له. تخليك لما تيجي تعطل وتقف وتزهق، لا ده انا نفسي فيه، انا بحبه، انا عندي شغف اني اوصل له. فتجري انك تشتغل وما تعطلش وما تسوفش وتقول بكره بكره بقى وتسكن والكلام ده وتوصل. تمام. فحبي للشيء او حبي للهدف شغف، يكون بخطوات محدده وثابته، ويكون في باور اوف واي انت فعلا عايزها ليه، ويا حبذا لو نهايتها فعلا لوجه الله. فتبقى حاسس ان بعد ما توصل لها باطمئنان وراحه كده، اللهم يعني يرزقكم كلكم الراحه دي باذن الله. فتبقى مطمن كده في الاخر. ويبقى هو ده اول فيديو معانا في سلسله اهدافنا وعجله حياتنا. والفيديو اللي جاي ان شاء الله نبدا نتكلم على كل جانب في جوانب حياتنا على حده، واقول لكم واغششكم شويه اهداف نقدر نحطها في حساباتنا علشان تسهل علينا الباقي باذن الله. وما تنسوش لو الفيديو عجبكم اعملوا سبسكرايب للقناه، ومع الوقت ان شاء الله تقدروا تشوفوا الفيديوهات كل ما تنزل. تسلم.